بسم الله ما شاء الله. شايفين دي شجرة خوخ مزروعة على سطحنا زي ما انتوا شايفينها كده، والخوخ لما بيطيب وبيستوي بيسقط وبيوقع لوحده. ديت شجرة خوخ يا جماعة زارعينها على سطحنا. لو انتوا عندكم شجرة خوخ او اي شجرة لسه ما اثمرتش لحد دلوقتي، يبقى انت لازم تعملي اللي هنقولك عليه دي. لازم تعملي عملية خربشة للشجرة. هتمسكي الشجرة تخربشيها. ليه؟ عشان تعملي لها عملية تحفيز وتنشيط للنمو. زي مثلا في بعض الحالات أطباء النساء ممكن يعملوا خربشة بطانة الرحم لتحفيز ونمو بطانة الرحم، وينشطوا إفراز عوامل النمو عشان تبقى بطانة الرحم جاهزة لاستقبال وانغراز الجنين. أهو ده مثال علمي ودقيق بالنسبة لخربشة الشجر. خربشة الشجر ديت عامل مهم جدا علشان الشجرة تجيب لكم إنتاج غزير وتبقى ناجحة معاكم وتجيب لكم ثمار كويسة. أما بالنسبة لشجرة الخوخ اللي احنا زارعينها دي، البرميل بتاعها اللي انتوا شايفينه دي 300 لتر. ممكن تعملوه في برميل كبير زي ده، وممكن تعملوه في برميل أقل من كده ماشي. بس كل ما بقى البرميل كبير كل ما بقت الشجرة تاخد راحتها وتبقى كويسة وتجيب معاكم ثمار كويسة. أما بالنسبة للتربة، التربة بتاعت الشجر بتكون تربة إما طينية على رملية، ولازم يكون فيها سماد عضوي حوالي 10% من السماد العضوي. تمام؟ أما انتقال الشجر في البراميل، لو انتوا عندكم شجر صغير وعايزين تنقلوه في البراميل، فبيكون الشهور بتاعت انتقال الشجر بيكون من شهر 2 لشهر 4. تمام كده؟ وعملية الصرف لازم يكون في عملية صرف عشان ما تضروش السطح بتاعكم. تعالى يا أحمد كده وريهم. بسم الله ما شاء الله. تعالى هنا عاملين ماسورة، هي عاملين خرمين البرميل من تحت، وعاملين هنا ماسورة، والماسورة معمولة بسمولة اهي زي ما انتوا شايفين. شوفوا جامدة ازاي اهي. لما بتيجوا ترووا من فوق بترووا الزرع من فوق، فبتنزل المية في مجرى زي دي، والمجرى طبعا طوالي لحد ما ينزل هناك مثلا في الشارع او في الصرف. نبدأ بده اللي فوق، بس اوعك توقع يا محمود. الفرع كله هيتقطع يا محمود. انشد يا محمود. لا لا هاي بتصعدي ماشي. ولو انتوا استفدتوا بمعلومة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك، ودمتم في رعاية الله ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.